المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرتين، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس أفورقي يعود إلى البلاد مختتما زيارته للمملكة العربية السعودية. سيمينار حول الموروثات الثقافية والهوية في الإقليم الأوسط. الشرطة الإريترية تصرح عن انخفاض الحوادث المرورية هذه السنة. اشتباكات ضارية في محاور التوغل، والجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفى الشفاء. كوريا الشمالية تختبر صاروخا مزودا بمحرك من نوع جديد. واليابان تجري تدريبات عسكرية على مستوى البلاد. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. وصل فخامة الرئيس سياس أفورقي إلى أسمر عند الساعة 12 ظهر اليوم الأربعاء، بعد أن أنهى زيارة العمل الرسمية التي قام بها إلى المملكة العربية السعودية في الفترة من 9 نوفمبر الجاري. وخلال إقامته في الرياض حضر الرئيس سياس أفورقي القمة الأولى للقادة الأفارقة والسعودية التي عقدت في 10 نوفمبر تحت شعار الشراكة الفعالة، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع مختلف رؤساء الدول والحكومات. وعلى هامش القمة التقى فخامة الرئيس سياس أفورقي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، ورئيس المجلس السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والقضايا الإقليمية والتطورات ذات الاهتمام المشترك. كما عقد الرئيس سياس اجتماعات مماثلة مع رئيس الغابون ورئيس بوروندي ورئيس وزراء النيجر ووزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية مالي ورئيس الجمعية الوطنية الانتقالية لبوركينا فاسو ووزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية المهندس عبد الرحمن الفضلي. كما أجرى الرئيس سياس أفورقي مقابلات مع كبرى وسائل الإعلام السعودية حول العلاقات الإريترية السعودية وآفاقها المستقبلية، والعلاقات السعودية الإفريقية، وأهمية المؤتمر السعودي الإفريقي الأول في تعزيز العلاقات والشراكات. رافق فخامة الرئيس سياس أفورقي في زيارته وزير الخارجية عثمان صالح، ورئيس الشؤون الاقتصادية للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد حاغوس قبرهوته، ووزير التجارة والصناعة السيد نصر الدين محمد صالح، والسفير عيسى أحمد عيسى. نظمت مفوضية الثقافة والريادة سيمينار حول التراث الثقافي والهوية بالتعاون مع إدارة الإقليم الأوسط. وأوضح المدير العام للإدارة والمالية في الإقليم السيد تكي قلتا في الافتتاح بأن الوعي هو أساس كل الأهداف التي يجب تحقيقها. وقال رئيس فرع أبحاث التراث بمفوضية الثقافة والريادة الدكتور سقاي مدين إنه يجب على كل مواطن أن يفهم أهمية الماضي والتاريخ، وأن يشارك بفعالية في الحفاظ وبناء الهوية الوطنية. ومن جانبهم أعرب المشاركون عن أهمية السيمينار وحثوا على مواصلته وعقد سيمينارات مماثلة للطلبة الشباب. أوضح قائد شرطة المرور في شرطة إريتريا المقدم محاري نقوسي أن حوادث المرور على الصعيد الوطني انخفضت بأكثر من 7% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. وقال في مقابلة مع إرينا إن 2842 حادثا وقع على مستوى البلاد في الأشهر التسعة الأولى من العام، مما أسفر عن مقتل 105 أشخاص وتسبب في أضرار في الممتلكات تزيد قيمتها عن 34 مليون نقف. وأشار إلى أنه رغم انخفاض معدل الحوادث بنسبة 7.4% عن نفس الأشهر من عام 2022، إلا أن معدل الوفيات ارتفع بنسبة 22% والأضرار في الممتلكات بنسبة 20.5%. وذكر تسجيل أكثر من 113 مخالفة مرورية هذه السنة، وتم تغريم المركبات المخالفة بأكثر من 20 مليون نقف.
وذكر المقدم محاري السائقين بمراقبة جودة مركباتهم بشكل صحيح والامتناع عن الغش عن طريق استعارة الأشياء أثناء الفحص الدوري للمركبات. عقد مكتب الصحة في مديرية قلعلو إقليم شمال البحر الأحمر اجتماع لسكان ضاحية عكيلو وبلدة قلعلو حول مكافحة العادات الضارة. وأوضح الممرض جمال نور أن الأنشطة تجري لنشر الوعي حول عواقب زواج القاصرات وختان الإناث وغيرها من الممارسات الضارة. وقال الممرض جمال إن العديد من النساء يتعرضن للوفيات ومشاكل صحية بسبب الممارسات المتخلفة. وذكر أهمية تهيئة الأرضية الملائمة لمراجعة النساء الحوامل للمرافق الصحية والتوليد بالكادر المهني. تم التبرع بمبلغ 66,000 نقفة و2120 دولارا أمريكيا و670 يورو لأسر الشهداء وصندوق أمانة الشهداء. وأفادت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بأن الإرثيين المقيمين في الكويت تبرعوا ب 1400 دولار أمريكي، وأبيل فساسيون المقيم في أنغولا ب 720 دولارا أمريكيا، وهيوت فساسيون المقيمة في ألمانيا ب 670. وتبرع الإرثيون المنضوون في مائدة أسر الإرثيين في السويد ب 11,000 نقفة لإعالة أسر الشهداء. بالإضافة إلى ذلك تبرع مواطن لم يرغب في ذكر اسمه بمبلغ 49,000 نقفة، وتبرعت السيدة قدسان تسفاي ب 6,000 نقفة. سادتي سيداتي، نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإرثية، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم مع الأنباء العالمية. تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الأربعين، في حين أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي أنهم بدأوا في حفر قبور للشهداء بالمستشفى. وقد اقتحم جيش الاحتلال المجمع الطبي بزعم إطلاق عملية ضد حركة حماس فيه. وقالت الخارجية الفلسطينية إن اقتحام الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وطالبت بتدخل دولي عاجل لحماية الطواقم الطبية والمرضى والنازحين. وأعلن الأردن إرسال طائرة تحمل مواد غذائية إلى مصر، حيث سيتم تسليم الشحنة إلى جمعية الهلال الأحمر المصري ليتم إدخالها عبر معبر رفح البري إلى قطاع غزة. هذا وأفادت مصادر إعلامية بارتفاع عدد القتلى إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا وسط خان يونس جنوب قطاع غزة إلى 9، فيما استهدفت غارات جوية وقصف مدفعي مناطق متفرقة شمال القطاع. وأظهرت لقطات تجمع عشرات المتظاهرين أمام البيت الأبيض في واشنطن احتجاجا على اقتحام قوات الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة. ذكرت الوكالة المركزية للأنباء في كوريا الشمالية بأن بيونغ يانغ طورت نوعا جديدا من محركات للصواريخ البالستية المتوسطة المدى، وأجرت تجارب ناجحة هذا الأسبوع. وقالت الوكالة المركزية إن الصناعات الصاروخية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية طورت نوعا جديدا من المحركات العاملة بالوقود الصلب ذات قوة دفع عالية للصواريخ البالستية المتوسطة المدى، والتي تتسم بأهمية استراتيجية بالغة. يذكر أن كوريا الشمالية أجرت سلسلة من التجارب الصاروخية منذ بداية العام الجاري، بما في ذلك إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات في مارس وأبريل واليوليو من هذا العام. بالإضافة إلى ذلك حاولت بيونغ يانغ منذ مايو الماضي إطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا للاستطلاع، لكن التجارب فشلت حتى الآن بسبب مشاكل في المحرك. حلقت مروحيات يابانية من طراز أباتشي على ارتفاع منخفض فوق جزيرة غير مأهولة في أوكيناوا في محاكاة لهجوم على القوات الغازية في إطار التدريبات الجارية في اليابان لإعداد قواتها الجوية والبحرية والبرية لصراع محتمل في شرق آسيا.
وقال شينغو ناشينوكو قائد لواء الانتشار السريع البرمائي الياباني في حالة الاستيلاء على هذه الجزر: سنهبط ونستعيدها ونؤمنها. تمت مراقبة القوات اليابانية من قبل نظرائهم في أوكيناوا من قوات مشاة البحرية الأمريكية خلال التدريبات. وكانت الرحلة فوق أبريسونا على بعد حوالي 70 كيلومترا من جزيرة أوكيناوا الرئيسية جزءا من تدريبات على مستوى البلاد تستمر 11 يوما. وتشمل التدريبات أيضا تدريبا على الدفاع الجوي في شمال اليابان ومحاكاة لهجمات على 5 مفاعلات نووية بما في ذلك محطة فوكوشيما. أعلن جراحون في نيويورك أنهم أجروا أول عملية على الإطلاق لزراعة عين كاملة لشخص يدعى جيمس آرون، ويعتبر إنجازا كبيرا على الرغم من أن المريض لم يستعد بصره في العين المزروعة. وذكر الفريق الجراحي مركز لانغون هيلث الطبي أن العملية الجراحية كانت جزءا من زراعة للوجه، وأظهرت العين علامات على سلامتها بما فيها الأوعية الدموية والشبكية. مشاهدينا، نختم هذه النشرة بتذكير أبرز العناوين. فخامة الرئيس السياسي أفورقي يعود إلى البلاد مختتما زيارته للمملكة العربية السعودية. سيمينار حول الموروثات الثقافية والهوية في الإقليم الأوسط. الشرطة الإريترية تصرح عن انخفاض الحوادث المرورية هذه السنة. اشتباكات ضارية في محاور التوغل والجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفى الشفاء. كوريا الشمالية تختبر صاروخا مزودا بمحرك من نوع جديد. واليابان تجري تدريبات عسكرية على مستوى البلاد. مشاهدينا، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.